رسميا الأهلي يرتدي الطاقم الأسود في مباراة الذهاب، بينما يرتدي فريق الترجي التونسي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر. مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي الموسم الحالي مختلف تماما، وفي الموسم الماضي لعبنا هنا ولم يكن هناك جماهير، والمباراة النهائية دائما يصل إليها الفريقين الأفضل في القارة، وبالتالي الدوافع تكون مختلفة وكل فريق يرغب في الحصول على البطولة، ولذلك المباراتان في القاهرة وتونس نحتاج فيهم لتركيز شديد، وسنحاول بذل قصارى جهدنا في 180 دقيقة لنكون أفضل من الترجي. الفريقين حظوظهم متساوية، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الجغرافيا، وأداء الفريقين في الملعب هو من سيحسم اللقب. محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: علي معلول متواجد معنا منذ 8 سنوات، ومن حقه ارتداء شارة القيادة في الأهلي، وكنا سعداء للغاية بارتدائه لشارة القيادة، وهو من كباتن الفريق وهو قيمة كبيرة بالنسبة لجمهور الأهلي. المدير الفني للترجي التونسي: مباراة النهائي مهمة سواء في جانب طريقة اللعب أو الجانب النفسي. أفكر في أن علينا دخول المباراة بنفس الرغبة والتركيز الذي خضنا به مباريات النجم الساحلي في دور المجموعات وأسك أو صن داونز في قبل النهائي. الخطط التكتيكية والتحضير الجيد هو من سيصنع الفارق، والأهم أن نبذل قصارى جهدنا ولا نقصر في حق الفريق ونحاول الانتصار. بعد 30 دقيقة فقط من طرحها نفاذ تذاكر مباراة العودة لنهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي. رسميا محمد النني يعلن رحيله عن نادي أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري. سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدرجة الأولى من رابطة اللاعبين المحترفين للدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير. إمبابي يطالب ريال مدريد بالإعلام بشكل رسمي عن انتقاله إلى الفريق قبل بطولة اليورو. أرني سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول بداية من الموسم القادم.